يلا يا بنات، النهاردة هنعمل سفرة جميلة تستاهل الأكيلة. يلا نشوف محتوياتها ايه. ادي الفراخ وادي البدنجان المخلل اللي يفتح نفس اللي مش عايز ياكل، ودقية الملوخية، وشوية البمبار الجمال، وشوية الايه كشك المز. انا بحب احطه كده في الحلة عشان خاطر لو عايزة ادفيه. شوية البطاطا، ده اهم حاجة، شوية البطاطا. ايه رأيكم في الجمال؟ ايه رأيكم في الجمال يلا بقى، كان عندي اهو برضو فرخة جبتها، كانت بصراحة سليمة. انا قطعتها كده من الظهر ومسكتها، عملتها بحيث ان انا اشويها في قلب الفرن. قطعتها بالمنظر ده. وبصوا هنحتاج ايه معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصلايه، طماطمايه، قرنين فلفل رومي، فص ثوم واحد اهو زي ما حضراتكم شايفين، وليمونتين هنعصرها معاها. كل ده هنضربه في قلب الكبه. بلس ايه بقى، ادي التوابل بتاعتنا كلها اللي هي ايه: توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، طبعا كزبره، الجينجر طبعا حاطين اللي هو وقطعة ماجي، والسبع بهارات، وايه وزعتر طبعا هم مجروش قدام حضراتكم، وملح وفلفل، ونص معلقة من السكر. جميل. طيب ايه بقى من الصوصات هنختاره او هنستخدمه معانا؟ هنستخدم معانا من الصوصات، عندك اهو زي ما انت شايفه الايه اللي هو المستردة، والصويا صوص، ودبس الرمان. دبس الرمان اهي، بس انا بغطي الايه العلامه بتاعتها. بصوا حضراتكم انا حبيت ان انا اصور لكم الايه الصوص اللي هنقع فيه الايه الفرخه. انا مش هنقعها، ده بقى على طول بيستخدم وقتي وتدخلي الفرن. بصوا الصوص عمل ازاي. بس حطيت له زبديه، انا نسيت اوريها لحضراتكم. حطيت لها زبديه. لو ما عندك الزبديه حطيت لها نص كوبايه لبن او لبن رايب اللي عندك اللي موجود. وهتحطي عليها كمان معلقتين عسل، معلقه اللي هي الايه الشاي، معلقتين، وهتحطي عليها معلقتين زيت. ويلا هندهن بيها الايه الفرخه. زي ما حضراتكم شايفين حطينا الايه الكفر اللي احنا عملناه دون على الفرخه من بره ومن جوه، وهنلفها بقى بالايه بالفويل، وهننزله في قلب الايه الفرن مقدار ساعه الا ربع، وبعد كده نرفع الفويل عشان ياخد لون. وبصوا بقى عملت ايه، 3 4 بصلات كده مسكتهم، قمت ايه ضربتهم في الميكسر. وهمسك الفلفل ده هضربه برضو واحطه جنبه. اكيد كده انتوا عرفتوا هنعمل ايه. وهمسك زي كيلو ونص قوطة هضربهم برضو. وتعالوا اقول لكم نعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده، هو حضراتكم شايفين الطماطم المعصورة او المبشورة، والصلصة عليها، والخضرة، وادي الفلفل الالوان اللي وريته لحضراتكم، وادي البصل. طيب هننزل عليهم ايه كمان؟ هنزل عليهم بالتوابل: ملح وفلفل وكمون وكزبرة وسبع بهارات وقطعتين ماجي ونص معلقة كركم، وكمان بصل باودر وتوم باودر. وطبعا مش هننسى الايه البابريكا، ولو كانت مدخنة بتدي تيست رائع. طيب فاضل لنا ايه كمان؟ ما تنسوش اهم حاجة الزيت. حطوا كده زي ايه، زي نص كوباية كده زيت. وبعد كده بقى الايه هتقلبي كويس جدا الكلام الجميل ده في بعضه كده. وبعد كده هعمل ايه؟ هنزل عليها الرز بعد ما كل حاجة خدت التتبيلة القمر دي. شايفين الجمال؟ حاجة كده فوق من الخيال. طبعا انتوا عارفين انا بعمل ايه. انا لقيت كيس بومبار قلت هعمله برضو اهو، يبقى ايه شكل ومنظر وقيمة كده قدام الضيوف. ونشوف الكلام القمر ده هيطلع ايه. هتجيبي بقى الرز، انا كيس البومبار بشيله بيبقى كيلو رز. هتجيبي الرز وتحطيها عليه وتقلبي وحشي يا ست البنات، ويلا وضبي سفرتك. وعقبال بقى ما نحشي الايه البومبار، هنجيب حله وهنحط فيها بوكيه جرنيه وتوابل: ملح وفلفل وورق لوري وايه وكزبره وطماطمايه وبصلايه وايه وجزرايه، عشان خاطر يتسلق فيها الايه البومبار. يلا غطي وطي عقبال بقى ما انت ايه تخلصي حشوه البومبار.
وزي ما حضراتكم شايفين كده هو الميه بمجرد ما بتغلي في الحله هنزل عليها بقى بالايه بالبمبار اللي احنا حشيناه. شايفين اهو ده بمبار، لقيته كيس بمبار ضاني. يلا ننزل بيه في الحله. بصوا هنزل واحده واحده، ويا ريت نخرمها بحاجه دقيقه كده زي الدبوس بالظبط. اهو طبعا انتوا شايفين الايه بوكيه جرنيه في قلب الحله اهو. طبعا لازم، معلش انا ايد ايه ماسكه الكاميرا وايد تانية ايه بترفع البمبار. بصوا هننزل بالكلام الجميل ده. بعد ما هننزله كله هنسيبه لحد ايه ما يستوي. نغطيه بقى وسيبيه ايه نص ساعة و5 دقايق، ساعة الا تلت، ساعة الا ربع عقبال ما يستوي. زي ما حضراتكم كده شايفين. اول ما هتسيح السمنة بتاعتي هنزل عليها ببصلاية عشان احمرها. هقعد اقلب فيها كده شمال ويمين لحد ما تديني اللون الجميل بتاعها. وادي الشوربه بتاعتها، وكان في شويه رز كده بساط خالص، هو ده اللي خلاني اقول هعملها ايه، هعملها هنعمل بقى ايه كشك المص. يلا ندوب بقى ايه كوبايه من اللبن في قلب معلقتين دقيق او معلقه واحده بس دي على كوبايه اللبن، وننزل بيها على الشوربه. زي ما انتوا شايفين انا حطيت شويه الشوربه يغلوا حاجه بسيطه كده عقبال ما ادوب كوبايه اللبن مع معلقتين الدقيق. هنزل بكوبايه اللبن اهي متدوب فيها من كوبايه اللبن مدوبه فيها معلقتين من الدقيق الصغيرين. هنزل بقى بيها كده وهقلبهم لحد ما ايه ما يتقلوا، وهوري لحضراتكم كده اول ما هيتقلوا الموقف هيبقى عامل ازاي. البصله بتتحمر اهي على العين التانية تجهيزا للايه للكشك. بصوا بقى البمبار لسه طالع دلوقتي، بصوا بالايه بالحراره بتاعته، شايفين الجمال. يلا هنسخن الايه الزيت وفي قلبيه معلقه من السمنه وحمري بقى الجمال ده. يلا يا بنات بقى ننزله، بس خلي بالكم من الطرطشه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم على نفسكم يا بنات، اللي لسعت الزيت وحشه يقولوا كده اللهم اجرنا من نار الدنيا ونار الاخره. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ادي الملوخيه اهي خلاص، الطشه بتاعتنا جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى بحب قوي الصوت ده. تعالوا شوفوا كده معايا. وادي الكشك الجميل، شايفين عملنا منه طبق واتنين. بصوا الطبق التاني شايفين كمان. بصوا ايه رأيكم في الجمال؟ بصوا بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. حاجة كده فاخر من الاخر. شايفين الفرخة دايبة دوب ازاي؟ بصوا 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 الجمال، شايفين والصوص بتاعها يعني حاجة كده اللهم بارك. ايه رأيكم في شوية البدنجان دول؟ على فكرة دول كفيلين ان هم يأكلوني احلى اكل وامي. ولا شوية الملوخية بالطشة اللي بتهبل دي، ولا شوية البمبار اللي خد مني بقى ومفيش ثانية الا ثانية، وشوية الكشك. اللي عجبه سفرة النهاردة ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعاية الله.